القرآن 123 مرة. في القرآن لم يذكر سبب للرزق إلا سببين فقط، هم المشيئة والتقوى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي مواقع كثيرة بالقرآن تتحدث عن المشيئة وارتباطها بالرزق. إن الله يرزق من يشاء. الرزق مربوط بالمشيئة، لم يرتبط الرزق لا بعمل ولا بمدير ولا بوظيفة ولا بعلاقة. الرزق ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام مرتبط بفكرة الحركة، يعني لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة ما في بطونها شيء، وتروح ترجع على عشوشها